يا لهوي. تخيلوا انتوا بقى عكاوي وكوارع ومخاصي وممبار. لا 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 لا، الملوخيه جامده. لوحة فنية. النهارده انا موجوده في درويش الكبابجي اللي موجود من 1945. انتوا متخيلين هو قديم قد ايه؟ يعني هو مش بس المفضل ليا، ده مفضل لاجداد. الاكل فيه الكواليتي فيه خطيره يا جماعه، يعني انا بضمن لكم بجد كواليتي مش طبيعي. الاكل فعلا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا في البيت، مخدوم خدمه كانكم بتطبخوا في بيتكم بالظبط. انا النهارده في رابع فرع ليه في التجمع، وليه 3 فروع تانيين. هتنجوي الاكل فيه قوي في الفطار، وبعد رمضان هتنجوي فيه الغداء او العشاء، بجد خطير. في كام طاجن كده في درويش الكبابجي لازم تجربوه. طاجن ورق العنب بالكوارع المخلية، قلبي كوارع مخليه، وعشاق الضاني الطاجن ده ليكم. طلوع الضاني كده للبصل. بصوا دايبه ازاي، مفيش ريحه للضاني، يعني الضاني نضيف بجد. شاي الباميه باللحمه بقى ايه زي الباميه الصغيره المسكره الخطيره، شويه عكاوي بالبصل جوه قلبي. شايفين المنظر؟ لا درويش الكبابجي ما بيهزرش. ندخل بقى على طاجن درويش، ده بقى اجرام. عكاوي وكوارع ومخاصي وممبار، طاجن عايز وحوش. خلص الكلام. ندخل بقى على قرمه الموزه الخطيره. انا ما لحقتش اعملها كده صراحه. لا 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 لا. وطاسة الكبدة دي في حتة تانية. لوحة فنية. عشاق بقى الكوارع المخليه، شويه فتة كوارع بقى ما بتهزرش، غرقه في الكوارع المخليه. نصيحه مني، ما تفوتوش الفطار في درويش الكبابجي، هتنبسطوا بجد. يلا باي باي.